شفت يا عم بنت خالك عوض؟ مالها؟ هتتجوز ومصلحة بجناوي بنت المحظوظة. ربنا يتمم بخير يا سيدي. بس اللي اعرفه ان الواد ده اخلاقه مش كويسه وعمل كذا مشكله مع كذا بنت قبل كده. يا عم بكرة ربنا يهديه، ده كفاية فلوس ابوه هتعيشها ملكة. يا اخي انا بستغرب على الناس دي، يعني الموضوع لو بالعكس كنت هتقول نفس الكلام. عكس ازاي يعني؟ يعني العريس ده لو كان على كد حاله بس اخلاقه كويسه ومتدين كان هيبقى نفس الكلام ولا يختلف؟ ما هو لو بنفس المنطق والكلام اللي بنتكلم فيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قادر ان الغني ده اللي اخلاقه مش كويسه ربنا بعدين يهديه، قادر ان هو الفقير واللي على قد حاله ده والمتدين ربنا بعد كده يغنيه. لكن فعلا صدقت معادلة الخوارزمي. بيقول لك ان في مرة في شخص وجه سؤال للخوارزمي عالم الرياضيات الشهير عن قيمة الانسان، فاجابه الخوارزمي وقال له: اذا كان الانسان ذا اخلاق فهو يساوي واحد، اما اذا كان الانسان ذا جمال ايضا بالاضافة الى الاخلاق فاضف الى الواحد صفر فيصبح يساوي 10، وإذا كان ذا مال أيضا فأضف صفرا آخر فيصبح يساوي 100، وإذا كان أيضا ذا حسب ونسب فأضف صفرا آخر فيصبح يساوي 1000. أما إذا ذهب العدد واحد وهو الأخلاق ذهبت قيمة الإنسان وبقيت الأصفار التي لا قيمة لها.